اهلا بيكم. انا مصطفى رشاد. ماتش بيراميدز والاهلي. هل الماتش مهم بالنسبه للفريقين وبالنسبه للمدربين؟ آه الماتش على المستوى الدوري، فهو بالنسبه للاهلي هو ماتش مهم جدا 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 لاستعاده الثقه، لاستعاده النقاط. الاهلي بقاله كام ماتش متخبط، مره يكسب مره يتعادل. تعادل ماتشين ومكسب ماتش واحد. كان قدام فاركو ب4-1. بيراميدز نفس الحكايه، لعب 4 ماتشات ولكن كانوا مخيبين للامان. في النهايه مسك 5 بونت والاهلي مسك 5 بونت. الاهلي المركز السادس وبيراميدز المركز العاشر. الماتش مهم بالنسبه للاثنين مدربين الموجودين، لانه الماتش على المحك بالنسبه للاثنين مدربين. اولا مدرب الاهلي محتاج يبين كرامه زي ما بيقولوا، محتاج يظهر ان هو اولا قدم الماتشات الكبيره ويقدر يكسبها. محتاج يظهر ان هو مختلف في بعض الماتشات، والماتشات اللي بالذات اللي بيتزنق فيها، والماتشات اللي بالذات اللي بيكون ما عندوش حلول فيها ويكون حلوله غايبه. على سبيل او على صعيد اخر، مدرب بيراميدز محتاج برضو يثبت ان هو مدرب نسخة السنة اللي فاتت، لانه هو المدرب ده بدأ يبهت، بدأ يقل مستواه الفني بشكل كبير جدا. بدأ يقل تركيزه في قلب الملعب. كان الاول بيركز وكان الاول بيطلع من الفرقة افضل ما فيها. دلوقتي هو واقف متوتر جدا على الملعب كعادته، يعني هو من اول ما جه هو متوتر وهو عامل مشاكل على الخط. ولكن المشاكل دي بدات تنتقل لاوضه اللبس وبدات تنتقل للعيبه، وبالتالي حصل عنده زي ما احنا هنشوف النهارده غيابات في صفوف الفرقه، زي الشيبي مثلا للانذار مش موجود، وهو افضل ظهير ايمن في مصر في الوقت الحالي. لعيب مهم جدا بالنسبه له، لعيب كان بيفرق معاه جدا جوه الملعب، وكان بيعمل مباريات كتير مظبوطه وكتير حلوه، وكتير بترجم له الفرص لجوان. فهو مثلا خسر الشيبي على سبيل المثال عشان عصبيته الدايمه بره الملعب، وبالتالي ده بينتقل للعيبه جوه الملعب. بالنسبه للاهلي، امام عاشور بدا ينتظم في التدريبات من كام يوم، ولكن يعني هل امام عاشور هيلحق ماتش الاهلي وبيراميدز بكره ولا لا؟ لسه في تكهنات كتير جدا. امام عاشور بدا يتكلم مع المدير الفني على اساس ان هو يدخل تشكيل فريق ماتش او ماتش بيراميدز، ولكن في الغالب الجهاز الطبي والفني بيشوف انه الدفع لامام عاشور اليومين دول او في ماتش بيراميدز هيكون صعب جدا لعدم تجدد الاصابه. اتكلموا معاه وقالوا له ان انت محتاج تصبر على نفسك شويه. اي نعم الماتش مهم، وكمان الماتش جاي قبل استدعاءات المنتخب الوطني. اغلب اللعيبه محتاجه تلعب، زي مثلا ياسين منعي بيضغط على نفسه بقوه عشان يرجع للتشكيل الاهلي بمباراه بيراميدز. عشان كمان اختيارات حسام حسن في منتخب مصر تكون عينيها على ياسين منعي وامام عاشور وكتير من الغيابات اللي غايبه عن النادي الاهلي النهارده او بكره. ولكن الاصابات بتمنع اللعيبه ديت من الرجوع بشكل سريع، لانه الرجوع بشكل سريع في الاصابات ديت ممكن يؤدي لتجدد الاصابه تاني، فبالتالي تفقد اللعيب فتره اطول وتخسروا. يعني بدل ما كنت هتخسروا ماتش واحد ممكن تخسروا مثلا نص الموسم كمان ولا حاجه. فطبعا المدير الفني والاداره الطبيه في النادي الاهلي بتشوف انه اللعيبه ديت تفضل موجوده بعيدا عن ماتش بيراميدز، بحيث ان هي تستكمل الشفاء التام وترجع بعد ماتش بيراميدز. انما بقى للتشكيل المتوقع للنادي الاهلي، في مفاجآت كبيره جدا في التشكيل محتاجين نتعرف عليها، ومحتاجين نعرف
بدايل بعض اللعيبه في قلب الملعب، وخصوصا ان في مفاجاه كبيره جدا من العيار الثقيل حصلت امبارح في التدريبات، وخلت لعيب مهم جدا ومن اهم لعيبه النادي الاهلي يستبعد للاصابه تمام من ماتش بيراميدز للاسف. واللعيب ده احنا هنفقد يعني امكانياته الكبيره جدا في قلب الملعب في ماتش كبير زي دوت، في ماتش محتاجين ان احنا نكسب فيه عشان نرجع لسكه الانتصارات ويرجع يقل الفرق مع الزمالك ل 8 بونت. احنا 5 بونت دلوقتي، محتاجين 3 بونت دول عشان يبقى الفرق 8 بونت، مع انك تأجل لك ماتش كمان فتقدر ترجع لصدارة الدوري او تقدر تكون في صدارة الدوري قريب. فبالتالي اللعيب دوت هو بن رمضان. بن رمضان حصل له مشكلة في التدريبات، حصل له مشكلة في الضمة، وعلى اثر دوت الجهاز الطبي بيأكد ان بن رمضان مش متاح لماتش بيراميدز للاسف. وخوسيه بيرو بيحاول يدور على بديل لبن رمضان. فالتشكيل هيكون الشناوي في حراسة المرمى. لتاني ماتش الشناوي بيلعب في ماتش كبير وماتش مهم وماتش محتاج خبرة كبيرة جدا، وأتمنى التوفيق للشناوي وتركيزه في أرضية الملعب. تاني حاجة خط الدفاع، عودة محمد هاني بعد الإيقاف. كمان معانا رمضان بيكهام ومعانا أشرف داري، قلبين الدفاع اللي لعبوا في ماتش المحلة واكدوا ان هم كفء بالنسبه لاداره ماتش كبير او التواجد في ماتش كبير زي ماتش بيراميدز. فانا بشوف ان هم قلبين دفاع كويسين مش وحشين، وان شاء الله يكونوا كويسين جدا في ماتش بيراميدز. معانا كمان مع محمد هاني احنا عندنا بيكهام وداري وهاني وكريم فؤاد. عندنا في خط الوسط ديانج، واحتمال كبير جدا يتم الدفع بقفشه او احمد رضا تمام. عندنا زيزو، عندنا بن شرقي. الماتش الثاني على التوالي هيبدا في ماتش بيراميدز، وهو ماتش محتاجين فيه بن شرقي وخدمات بن شرقي، لان هو بيقدر يلعب 1 على 1 ويقدر يعدي بالكوره ويقدر يعمل فرق في السرعات وفرق في المهارات الفرديه في الجبهه الاماميه. شريف طبعا هيبدا بيه، وده كان تنويه في بدايه ماتش المحله انه لازم كان شريف هو اللي يبدا. معانا احتمال كبير جدا عدم ظهور تريزيجيه في ماتش بيراميدز، احتمال كبير جدا تريزيجيه ما يلعبش في ماتش بيراميدز، احتمال طاهر، احتمال الشحات، ولكن تريزيجيه ممكن يقعد دكه الفتره الجايه لانه مستواه قليل جدا، فبالتالي ممكن يتم استبعاده او بنسبه كبيره جدا هيتم استبعاده من ماتش بيراميدز، وممكن يلعب مكانه يا اما الشحات يا اما الشحات يا اما طاهر. بالنسبه لغيابات بيراميدز وهي الشيبي للطرد، مصطفى فتحي للاصابه، رمضان صبحي للاصابه. طبعا غيابات مؤثره وغيابات كبيره جدا. البيراميدز من الفرق المعتمده بشكل كبير جدا على مصطفى فتحي وعلى الشيبي، ومعاهم بعض العناصر الجيده، ولكن حاله بيراميدز الفتره اللي فاتت ما كانتش بالجيده خالص. عندهم مشاكل كتير جدا في خط الوسط، عندهم مشاكل كتير جدا في الهجوم، عندهم مشاكل جدا في الدفاع، في مشاكل في اغلب الفريق بتنبه عن انه الفرقه مش في حالتها. الفرقه ممكن يعني ما تكونش قادره ان هي او واثقه ان هي ممكن تكسب ماتش زي ماتش الاهلي. معانا التشكيل: احمد الشناوي في حراسه المرمى، ومحمد حمدي واحمد سامي ومحمود مرعي وطارق علاء. طارق علاء هنا بيلعب بديل للشيبي، وهو المفاجأة بالنسبة لبولوتيتش، بديل الشيبي، واللي هو يعني كان مستقر عليه او كان بيفضله ما بين
احمد توفيق وما بين طارق علاء. هو استقر على طارق علاء في التشكيل. عندنا في خط الوسط مهند لاشين ووليد الكارتي وبلاتي توريه. عندنا في الهجوم ايفرتون سيلفا وفيستون مايلي واحمد عاطف قطه. ده بالنسبه لتشكيل الفريقين. بالنسبه للماتش ومجريات الماتش، انا شايف انه هيتم البدء في بدايه الماتش بهجوم مفتوح بالفريقين. محدش يعني عنده ما يبكي عليه، الاثنين محتاجين المكسب. انا شايف ان الافضليه كبيره جدا هتبقى للنادي الاهلي حتى مع غياب بعض العناصر المهمه، ولكن بيراميدز متاثر اكبر بكتير، والفريق متاخر بشكل كبير جدا في معطيات اللعب ومعطيات الفريق مع اللعيبه. عندهم مشاكل كتير جدا وجايين اصلا من خلفيه، جاي من هزيمه، انت جاي من تعادل، ففي فرق من النواحي ديت هتفرق كتير جدا مع الاهلي ان هو يكسب الثلاثه بونت. يعني اتمنى المكسب الاهلي ان شاء الله، واتمنى انه الاهلي يقدم مباراه كبيره. طبعا احنا بنقول ان الفرقتين على المحك بالنسبه للمدربين، لانه في اقاويل كبيره جدا بتقول ان خوسيه روبيرو لو اتغلب الماتش دوت ففي احتمال كبير جدا ان هو يمشي. ونفس الكلام برضو بيتقال على مدرب بيراميدز يولديتش، انه هو لو اتغلب الماتش دوت احتمال كبير جدا ان هو يمشي. المدربين لم يكونوا مقنعين الفتره اللي فاتت بالنسبه للاداره والجماهير، فبالتالي احنا امام مشكله كبيره جدا لو الاثنين اتغلبوا. بالنسبه لاداره الاهلي فهي بدات بالفعل تدور على بديل، بدات بالفعل تطرح بعض الاسماء. لسه هنشوف الدنيا هتمشي على ايه، ولكن من الواضح انه ماتش بيراميدز هو ماتش فيصلي جدا بالنسبه لمدرب الاهلي. يا ترى المدرب هيمشي رغم الهزيمه لو ده حصل لا قدر الله، ولا هيقعد؟ اكتب لنا رايك في الكومنتات، وان شاء الله نلقاكم بعد ماتش الاهلي وبيراميدز غدا.